يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري والتي ستقام في دولة الإمارات بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا. وذلك بعد انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على فريق أوراوا الياباني ب4 أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد يوم الاثنين المقبل 25 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مع الفائز من مباراة بيراميدز وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل 28 ديسمبر. وتوج النادي الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الإمارات. وستكون بطولة السوبر المصري آخر مباريات يخوضها الأهلي قبل فترة التوقف الدولي، لذلك يسعى النادي الأهلي إلى التتويج ببطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي للمرة ال14 في تاريخه بعد الفوز به من قبل 13 مرة، حيث يعد النادي الأهلي أكثر الفرق حصولا على اللقب.